أيها الشباب الأعزاء، انظروا إلى هذا الدرس العظيم الذي يعلمنا إياه سيدنا ومولانا علي الأكبر صلوات الله عليه. دققوا أيها الأحبة بهذا الحوار العظيم بين علي الأكبر وأبيه الحسين صلوات الله عليهم جميعا. تعرفون هذه الحادثة من الإمام الحسين حمد الله واسترجع وسأله علي الأكبر: يا أبتاه رأيتك حمدت الله واسترجعت. قال له الحسين: يا بني إنما هي أنفسنا نعيت إلينا، يعني نموت غدا وكذا. فعلي الأكبر، دققوا هنا بيت القصيد، علي الأكبر قال له: يا أبا أولسنا على الحق. شوف المعيار، الميزان اللي يسأل عليه علي الأكبر، يقول احنا على حق. شوف، قال الحسين سلام الله عليه: بلى والذي إليه مرجع العباد. شوفوا الشعب هذا الشيعي المبارك ابن الحسين العظيم، اللي الشيعة أساس قوتهم وسر قوتهم وثباتهم بوجه الأعداء على مر العصور، لأنهم ينهلون من مدرسة كربلاء. فشوفوا علي الأكبر جوابه إيش قد علمنا وعلم الشيعة اللي الآن ظلوا ثابتين وصامدين مع ما هم قليلين، لأن جاي يأخذون شجاعتهم من هذه المواقف العظيمة لأن هم على حق. فعلي الأكبر قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين، ما عندنا مشكلة، وإذا متنا زين. هذا الشاب اللي دا يتحدث عمره في عز شبابه، هذا المفروض يفكر في الدنيا، يقول أبوي شلون نموت احنا وأخوي يموت وكذا، غير هيك المفروض. بس هذا جاي يقول له ما يخالف، شنو الموت؟ ما زال احنا على حق، فماكو مشكلة. الآن كذلك الشيعة لأنهم تعلموا من هذه المدرسة. تشوفوا الشيعة قليلين، اليهود وعربان، بعض عربان الخليج وغيرهم من الأعداء متآمرين على الشيعة، هو المفروض ذولا يكفون ويقعدون يقولون هسه احنا وين نقدر لذولا الأعداء، ولكن نشوفهم يحاربون ويصمدون بوجه هؤلاء الأعداء. لماذا؟ لأنهم على حق. يقولون احنا ما طول على حق، المقدمات علينا، النتائج بعد ما لنا علاقة بها. يم الله، شلون يعني؟ الإمام الحسين مقدماته شنو؟ هاي قام بالحرب، النتائج قطع الإمام الحسين بالسيف، ما له علاقة. فالآن الشيعة لو يقتلون جميعا لا يبقى حتى نفر واحد هم ماكو مشكلة، الحسين يكون قتل واصحابه. يقولون احنا ما طول على حق، بعدين الله هو الذي ينصر الحق، وإن الله لا يخلف الميعاد. أيها الأحبة، جزاكم الله خيرا.